مش عارفة يا زينات أربي بنتي ازاي، يعني أعلمها إنها تبقى بمية راجل ولا أقول لسه صغيرة وأسيبها تتدلع براحتها وتبقى مدللة؟ والله ما عارفة أعمل إيه. أيوة يا زيزي، التربية بقت صعبة جدا دلوقتي، والمقارنات والتنمر زاد قوي الفترة دي. المشكلة إنها أوقات بتسأل أسئلة أكبر مني ومنها ومبيبقاش عندي أي إجابة عليها. ما هو ده عشان طاقتنا أصلا مسحوبة في ألف حتة وعقلنا مشتت، ففعلا ما بنلاقيش إجابة. أنا ما بقتش عارفة ألاحقها منين ولا منين، من البيت ولا العيال ولا الشغل ولا أعمل إيه طيب؟ ما احنا دلوقتي الشغل بقى جوه البيت وبره البيت وعلى الموبايل ومناش عارفين نركز في حاجة أصلا. ده كلكم وإحساسي بالذنب كوم تاني خالص، طول الوقت عندي اكتئاب ومضغوطة وحاسة إني بطلع ده على ولادي. يا اختي ده تلاقيني من سن 30 ل 40 سنة لكن صحتنا خلصت وكأن بقى عندنا من 70 ل 80 سنة. ما هو ده لأننا مطالبين نجاري العصر ونطلع ولادنا سويين، مع إننا في عصر مش سليم أصلا ومستقبل ما يعلموش إلا ربنا. ما أنا زيك بالظبط، مش عارفة أتابع ولادي في المذاكرة ولا في الحاجات اللي بيسمعوها سواء على التلفزيون ولا على النت. المشكلة أصلا يا زينات إننا في وسط الزحمة دي نسينا نفسنا وطموحنا اللي إحنا أصلا مش قادرين نوصله. أنا أكتر حاجة بتغيظني إن أمهاتنا مستغربين إحنا تعبانين من إيه ولا مضغوطين من إيه. أمهاتنا والله ناس عظيمة، بس إحنا كمان نستاهل يتقال علينا أمهات عظيمة لأن تحدياتنا كتير وحياتنا صعبة جدا واللي مطلوب مننا أكتر بكتير من اللي كان مطلوب منهم زمان.